السلام عليكم، مساكم الله بالخير. كذلك نستمر معكم في تغطية البرنامج سلف الجماهير. حاليا معي أحمد سعيد البطاش، الكل يعرفه دون مقدمات. أحمد، نعم، كلمة تقدمها لعيبة فريق مزارع وكذلك الجمهور فريق مزارع. أول شيء محمد أشكرك على هذا اللقاء الطيب، ما شاء الله عليك، أنت متميز جدا في هذه الأمور، وهذا سيلفي ما شاء الله برنامج طيب في قناة المزارع. حقيقة أنا زعلان في داخلي من أمس، لكن بإذن الله تعالى يعني الشباب أمس اللاعبين ما قصروا، أدوا اللي عليهم، وقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله. إن شاء الله راح نحفزهم في المباراة القادمة، وبإذن الله تعالى نطلع بنتيجة طيبة أمام الاتحاد يوم الخميس الساعة 4:10. لا غلط الجهاز الفني، ما أقدر أقول شيء، أقول الله يوفقهم إن شاء الله في المباراة القادمة، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله فايزين، والمزارع إن شاء الله راح يرجع بلاعبيه وجمهوره. وأنا صراحة أمس أشكر الرابطة على آخر دقيقة وهي تشجع الفريق، ما شاء الله، يعني الشباب ما مقصرين، ودائما إن شاء الله إن شاء الله المباراة القادمة يعني هي تكون يعني فوزنا إن شاء الله على الاتحاد، وإن شاء الله ننسى المباراة الماضية فيها أخطاء كثيرة، لكن يلا قدر الله ما شاء فعل، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونتمنى لبرنامج سيلفي وإنك أنت يا محمد كل الخير والتوفيق إن شاء الله. كذلك تعديل على وقت المباراة راح يكون 6:45. وفي ملاحظة بخصوص الجمهور اللي يحضر المباراة، إذا ما قادر تصفق للاعيبة وتشجعهم، لا تقذفهم بالكلام اللي هو يقرأ. الجمهور أمس طبعا تعرف نتيجة ما عاقبتنا، فلازم تحسه يعني يتضايق وكذا، لكن إن شاء الله هذه المباراة راح نوقف معاهم وقفة كبيرة مع الجمهور ومع الرابطة، وإن شاء الله راح ندعمهم بالذي موجود معنا إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك الأخ محمد، أحسن. شكرا على وقتك حبيبي وغالي، أحسنت. هلا شباب، أخباركم؟ كيف صحتكم؟ عساكم بخير وعافية. إن شاء الله يوم الخميس تاريخ 28/3 راح يكون موعدنا في ملعب نادي قريات، مباراة ما بين فريق المزارع وفريق الاتحاد، ونتمنى وجودكم ومؤازرتكم لفريق المزارع، وإن شاء الله الرابطة راح تكون بقيادة المايسترو أحمد الرواحي، وشيلي الحبيب، بالتوفيق للأخضر.